صدقني ما كنتش مصدق لما قررت اسيب القاهرة بكل دوشتها واجي هنا في الهدوء، شغلانة حكومي راحة بال. ده اللي قالهولي في التعيين، بس الراحة اللي لقيتها هنا كانت راحة الأب والهدوء. كان هدوء ما قبل العاصفة، أو يمكن ما بعد الموت. أنا عادل اللي شغلانته دلوقتي مشغل مزلقان، وتحديدا المزلقان رقم 7 المدفون في قلب ضواحي الأرياف المنسية. كنت فاكر إني جيت هنا عشان أرتاح، ويا بخت من نام ظالم ولا نام مظلوم، ولا نام مظلوم ولا نام ظالم. وأنا لا كنت ظالم ولا مظلوم، بس نمت في حضن اللعنة. أنا اللي سبت دوشة وشقة القاهرة عشان يمسك شغلانة حكومة مضمونة في ضواحي بلد محدش سمع عنها غير أهلها. المزلقان ده اللي اسمه رقم 7 مش مجرد نقطة على الخريطة، ده كان نقطة نهاية حياتنا الطبيعية. أول ليلة ليا في الكابينة حسيت إن البرد اللي فيها مش برد شتا عادي، ده كان برد بيورس في العظم كأنه طالع من تراب الأرض. الكابينة كانت عبارة عن سجن خشبي، ضلمتها بتخنق، والريحة اللي فيها ريحة غريبة، خليط من زيت محروق تراب وحاجة مالحة زي الدم الناشف. الساعة جت 11:30 بالليل، القطر 317، لسه فاضل عليه ساعة وربع. وأنا قاعد بحاول أعمل إني مركز في الدفتر، بس كل تركيزي كان على عم مجدي. الراجل ده كان آية في السكون، بيتحرك ببطء، بيتكلم ببطء، كأنه بيحوش آخر أنفاسه لليلة المعاش اللي قربت. بس عينه، أيوة عينه كانت مصيبة، دايما بيبص فوق كتفي كأن في حد واقف ورايا بالظبط. في مرة سألته بتلقائية، أقول له: إيه يا عم مجدي، أنت بتقعد طول الشفت ده كله لوحدك ما بتزهقش؟ لقيته بصلي بنظرة حادة، كانتش نظرة عتاب، لأ، كانت نظرة شفقة مخلوطة بغموض. لقيته بيقول لي بصوت تقيل: الوحدة هنا مش بتبقى لوحدك يا عادل، دايما في أرواح بتونسك. المزلقان ده بيجمع الناس اللي ملهاش مكان تاني تروح له، لا في الدنيا ولا في الآخرة. نيلت لقدام وسألته بهمس وبقول له: مين دول يا عم مجدي، مين دول؟ لقيت عم مجدي بياخد نفس عميق، والمرة دي شفت حزن حقيقي في عينه. لقيته بيقول لي: مين دول؟ مين دول يا حبيبي؟ دول اللي القطر خطفهم. المزلقان ده بقى مصادة أرواح، كل قطر بيعدي بتطلع روح من مكانها وبترجع هنا تعلق روح جديدة، والأرواح دي بتعمل دوشة عشان تلاقي حد يسمعها. انت لسه جديد، اسمع كويس عشان تسمع مين هيناديك. كلامه ما كانش كلام خرافات، كان كلام واحد عايش الرعب ده لحد ما بقى جزء منه. الصداع اللي كان خفيف في الأول بدأ يبقى زي دقات المطرقة في دماغي. فضلت قاعد ساكت وقعدت بعيد شوية عن عم مجدي عشان القلق اللي مصدرهولي ده، لحد ما جت الساعة 1 بالليل. سكوت قاتل. عم مجدي كان حاطط ايده على وشه وساكت، وانا اللي كنت بتنفس بصوت عالي. وهنا بدأت الكابينة تلعب معايا. في البداية كنت بشوف ظل من طرف عينيا، خيال بيعدي بسرعة جنونية جنب الشباك، ولما ألف بسرعة ملاقيش حاجة، لكنها بدأت تبقى أوضح، زي ظل طفل قصير كده بيجري تحت ترابيزة التشغيل، أو ظل طويل ومشوه بيطلع من الحيطة وبيرجع تاني. وبعدين ساعتها سمعت وشوشة حقيقية، بس مش تحت الأرض زي الأول، لا، دي كانت جوه الكابينة بالظبط. سمعت وشوشة بصوت، سمعت حاجة بتقول: ساعدني ضياع، ساعدني ضياع. الهمس كان بيجي من كل زاوية، كأن كل شيء في الخشب بقى بوق بينطق وبيزمر، وبقى في أصوات غريبة ومفزعة كلها. لقيت نفسي قمت مفزوع، لقيت عم مجدي بيبص عليا بابتسامة خفيفة: خلاص بدأت تسمع؟ أهلا بيك يا عادل في عيلتنا. لقيت عم مجدي بيقولها لي، معرفتش أرد عليه. بصيت على الحيطة الخشب، والضوء الهزيل بتاع اللمبة كشف لي المنظر اللي خلاني أتشنج مكاني.
تحت كف الدم البني الغامق، كف الدم كان فيه رقم جديد محفور بعمق مش طبيعي، مكتوب رقم 21. لقيتني بكل تلقائية بسأل عم مجدي، كنت مرعوب برضه. ايه ده يا عم مجدي؟ ده ظهر دلوقتي ازاي ده؟ ايه ده؟ ايه الرقم ده؟ لقيت عم مجدي طفى سجارته في طفاية مصدية. لقيته بيقول لي: ده عداد الودائع يا ابني، القطر الأحمر بياخد ضحيته كل شهر، أو حسب ما يطلب. القطر جه من يومين وملقاش حد جاهز فبدأ العد من جديد. حظك حلو، فاضل لك 21 يوم تعرف فيهم مصيرك. سألته بصوت مهزوز: وايه حكاية الكف اللي بالدم ده؟ بص عم مجدي للكف الطفولي بحزن قديم. لقيته بيقول لي: ده كف ابني، لما شفت روحه بتتصاعد مع دخان القطر حطيت ايدي في دمه ونقلت الاثر ده عشان اربط روحي بيه بالمكان، عشان ما يرجعش ياخدني وانا غافل. بس انا تعبت من الرباط ده يا عادل. في عز خوفنا والقلق المسيطر على المكان، صوت صفارة القطر 317 ضرب التاني. المرة دي الصوت كان حقيقي بس فيه حدة مش طبيعية، كأنه صرخة. بصيت في الساعة لقيتها 2:15. ايه ده؟ ده كده القطر متأخر ساعة كاملة. لقيت عم بيقول: ده جه في ميعاد اللي ماتوا بالظبط. قال يا عم عادي وهو بيقوم وراح ناحية المزلقان. لقيته بيقول: لازم افتح المزلقان، العربيات هتتأخر. قال له هو بيتحرك عند البوابة. بقول له يا عم مجدي استنى استنى، انا هفتح انا. وانا رايح بطريق للبوابة عشان افتحها لقيت عم مجدي بيقول لي: استنى استنى. قال عم مجدي ومسك ايدي بقوة مفاجأة. قال: القطر ده لازم تشوفه كويس، ده مش القطر اللي في الجدول، ده قطر الشاهد يا عادل. ما قدرتش اقاوم والقطر بدأ يقرب. وبدل ما احس بزلزال الارض حسيت بزلزال في روحي. الضوء الاحمر كبر بسرعة جنونية، ريحته كانت ريحة مذبحة، وصوت عجلاته كصوت صراخ مختلط بنحيب. صوت على صوت كله مرعب. لقيت نفسي ببص على الشبابيك، كنت بتمنى أكون بتخيل اللي أنا شايفه، لكن لا، كان في وشوش كتيرة، كان في وشوش كتيرة أوي مكتومة ورا الإزاز. وشوش شباب وبنات وأطفال. عيني جت على شاب عينه مفتوحة للآخر وبقه مفتوح كأنه بيصرخ بدون صوت. ايده بتخبط على الشباك بجنون. وبنت شعرها مغطي ووشها ملطخ بالطين بتبصلي ما بين خصلات شعرها بنظرة مكسورة. والأبشع طفل، هاي الطفلة رفع ايده ناحيتي وكأن روحه بتنادي عليا. لما القطر مر بسرعة الرصاص كل الوشوش دي بصت عليا، وفي نفس اللحظة زي ما تكون كاميرات بتصورني. وهمسة واحدة جت في ودني، همسة قوية جدا: عليك أن تحرسنا يا حارس المزلقان، عليك أن تحرسنا يا حارس المزلقان. رعبت. بعد ما القطر اختفى في الظلام وقعدت على الأرض لقيت نفسي بتنفس بعنف ووشي غرقان على بارد. عم مجدي سحبني. لقيته بيقول لي: ده قطر الشاهد يا عادل، ده قطر الشاهد، بيجي مرة واحدة بس عشان يختم على عينك. دلوقتي انت بقيت شايف وبقيت مسؤول. ومن اليوم ده الدنيا اتغيرت. ما بقيتش اشوف القطر الاحمر في كل مرة بيعدي فيها قطر حقيقي، بس بقيت حاسس بيه دايما. العد التنازلي ما بوقفش ابدا. لما وصل الرقم ل14 شفت خيال مجدي، خيال ابنه بيلعب على سكة القطر. شفت عم مجدي بيبكي في صمت من بعيد وهو بيتفرج عليه. لما وصل الرقم 7 بدأت أسمع صوت الجرس القديم اللي كان بيشتغل لما القطر يقرب، بس صوت الجرس ده كان بيضرب في وداني بشكل متكرر ومجنون، وما كانش فيه قطورات. لما وصل الرقم 3 في عز النوم صحيت على إيد بتلمس كتفي، كانت إيد باردة زي التلج. لفيت بسرعة لقيت عم مجدي واقف على الباب بيغطي كتفي بالبطانية.
بس أنا متأكد إن الإيد اللي لمستني كانت أخف وأبرد من إيد عم مجدي. حالة عم مجدي كانت بتسوء وبقى بيكلم نفسه أكتر وأكتر، وعينه بقت بتلمع بلون أحمر خفيف في الضلمة، كأنه بيتحول لبطء لواحد من ركاب القطر. الصمت كان بيطحن الأعصاب، حتى الأرواح نفسها كانت ساكتة ومستنية. أنا وعم مجدي كنا قاعدين زي صنمين، كل واحد عارف إيه اللي هيحصل. الساعة جت 2:15 بعد نص الليل، الميعاد الملعون. صفارة القطر الأحمر كانت بتطلع صوت بيدمر الروح، بس المرة دي ما كانش فيه نحيب، تحسها متقسمة بنغمة نصر. عم مجدي قام بثبات وبصلي بابتسامة حقيقية مريحة. أنا رايح أرتاح يا عادل، تعبت من الحراسة دي. أنت دلوقتي بقيت الحارس الأبدي للمزلان ده لحد ما يجي دورك. سمعتها من عم مجدي وأنا مرعوب. لقيت عم مجدي فتح الباب وخرج، وأنا كنت متجمد ومش قادر أتحرك. شفت عم مجدي وهو ماشي بخطوات واثقة لحد ما وصل منتصف القضبان، ووقف هناك ورفع إيده اليمنى، واليد اللي كان حافر بها الأثر ابنه. القطر الأحمر وصل، مش بعنف، وصل بهدوء غريب. كل مرة كان بيوصل بعنف، المرة دي وصل بهدوء وبطيء جدا. والضوء الأحمر غطى عم مجدي بالكامل. شفت بيختفي ببطء، مش بيتقطع، لا ده بيتبخر في الضوء قبل ما يختفي خالص. شفت عينه اللي كانت بتلمع بسلام، كونه بيودع أسوأ كابوس في حياته. بعد ما القطر اختفى جريت على السكة، مفيش أثر ولا حتة نقطة دم. الصبح الشرطة سجلت اختفاء عم مجدي، وأنا سجلت لنفسي بداية اللعنة. رجعت الكابينة لقيت العداد القديم اتمسح، وظهر رقم جديد تحت كف الدم بتاع ابن عم مجدي. الرقم كان 30، وديعة جديدة لسه معادها بعد شهر. بس مش دي النهاية. في الليلة اللي بعدها وأنا باصص على قضبان القطر في الضلمة، شفت حاجة مختلفة. شفت انعكاس عيني في الزجاج. ما كانش انعكاسي أنا، كانت عيون عم مجدي. كانت حذرة وترعب في الظلام. الأصوات ما بقتش همسات بعيدة، دي بقت جوه دماغي أنا. أنا دلوقتي المثل أنا دلوقتي المثلان رقم 7. أنا اللي بحرس الأرواح، أنا اللي بسمع الهمسات، أنا اللي عارف إن بعد 30 يوم القطر الأحمر هيجي ياخد وداعة جديدة. بس في كل ليلة وأنا مستني اللحظة اللي العداد هيبدأ فيها العد التنازلي عشاني أنا، عشان أقدر أخيرا أروح وأبص على الحارس الجديد من الشباك وأمشي زي عم مجدي. كتبت ليكم قصتي وأنا فاضلي في العداد بتاعي 8 أيام. بعد 8 أيام مش هكون موجود. أكيد اللي بعد هيلاقي الكتاب بتاعي، ممكن ينشره على النت، أو مش اللي بعدي، أو ممكن اللي بعدي، أو اللي بعدهم، أو اللي بعدهم خالص. المهم إن أنا في سنة 2008 معرفش قصتي دي هتطلع إمتى للنور، ولو طلعت أتمنى الحارس الآخرين يكون عارف، هو يعرف إني اللعنة، لعنة مزدان رقم 7.